لان لا يعقل. ما كنتحاسبوا لا مع الرئيس لا مع المدرب لا مع اللاعبين. خسرنا السوبر ليغ رغم اننا البعض كيقول دينا فيها 4 المليار 3 المليار ونص، ولكن كما كتشوفوا غادي نشاركوا في هذه العصبه. وكما مشينا العام الماضي اننا خرجنا صفر لقب، وقيله هذا العام غنخرجوا بصفر اللقب، لانه كيبان لي بلي هاد اللعابه ما يستحقوش لا الوداد ولا قميص الوداد ولا تاريخ الوداد. الا بغينا الالقاب ولا بغينا الفلوس ولا بغينا الكؤوس خصنا نخسروا الفلوس، لانه الا باغي تدخل الفلوس خصك تخسر الفلوس. لا يعقل ان كندخلوا الفلوس المبالغ كثيره لفريق الوداد البيضاوي، فريق اللي كيمثل المغرب سواء في افريقيا سواء عربيا، فريق ديال الوداد البيضاوي اللي كيمثل الكره المغربيه، لانه غنظموا كاس العالم. لا يعقل اننا غادي ننظموا كاس العالم والبطوله عندنا ضعيفه واللعابه عندنا ضعاف وما عندناش المستوى وما عندناش اللاعبين. ما كاينينش اللاعبين في البطوله المغربيه بعداك ضعاف، والوداد اللعابه ديالها ضعاف حتى هما. جينا لعبنا مع فريق ماشي في المستوى وخسرنا معاه ونهزمنا معاه، فإلا ما ربحناش هذا الفريق شكون اللي غادي نربحوا؟ كيفاش بغيتوا نلعبوا العصبه؟ كيفاش بغيتوا نديو الالقاب بهاد اللعابه؟ الا كانوا هاد اللعابه اللي غادي يفوزوا لنا بالالقاب من الاحسن ما نبقاوش نجيو للتيران، ما نبقاوش نتفرجوا. وعاوتاني مشكل هاد التنقل ديال الجماهير الوداديه، راه ما فهمتش انا. مدينه الدار البيضاء فيها جوج الفرق سوا الوداد والرجاء اللي كيمثلوا الكره المغربيه واللي كيفرجوا الكره واللي كيعطيو واحد الاهميه البطوله المغربيه، وما يكونش عندهم ملعب. التخطيط والبرنامج الا بغينا ننظموا كاس العالم ما يمكنش ان الفرق ديال الوداد والرجاء يتنقلوا حتى لمراكش، وما يمكنش ما يكونش عندنا ملعب باش نلعبوا، باش نجيو 220 كيلومتر حتى لمراكش باش نلعبوا. هذا ماشي تخطيط في المستوى دون المستوى، وما كانش منتظم وما كناش باغينو. الجماهير ما يمكنش انها تنقل من 2023 حتى ل 2030 غنبقاو نتنقلوا مع فريق الوداد البيضاوي باش نشوفوا المقابلات ديال الوداد البيضاوي. خص ملعب، كان خص على الاقل ذاك ملعب محمد الخامس نبقاو نلعبوا فيه الوداد والرجاء، ونبنيو الملاعب. الا غندخلوا الفلوس ديال كاس العالم خصنا ملاعب في المستوى، وخصنا نصير بالنسبه للوداد يجيب اللاعبين. هاد اللعابه هادو ما كيشرفوش الكره المغربيه ولا الوداد ولا حتى شي حاجه. والمدرب بالنسبه لي انا دائما كيطالب الانتدابات في المستوى. النصيري كيدير اللي بغى يدخل الفلوس، ولكن ما بغاش يخرج الفلوس، كيدخل الفلوس على ظهر الوداد، ما كيخسر حتى شي حاجه من جيبو. هو ما كيجيبش اللعابه في المستوى، ما كاينينش اللعابه في البطوله باش غادي نجيبو، ولكن على الاقل يمشي يخسر 2 مليار 3. واش حنا جبنا كاس العالم بزيرو درهم؟ ما درنا اشهار بالملايير، ما جبنا شي مستشارين باش يديروا لنا شي اشهار باش نجيبوا كاس العالم. بفضل صاحب الجلاله محمد السادس هو اللي جابنا كاس العالم. على الاقل غادي نوريو المنتوج ولا غادي نسوقوا الكره المغربيه، نسوقوها بواحد المستوى تكون في المستوى، ماشي بمستوى هزيل بحال هكذا. الفريق اللي لعب مع الوداد كان دون المستوى، والوداد ما كانش كاع في التيران.